طب ما حصلتش ليه مع الوكلاء التانيين اللي في اللجنه ولا اي من اعضاء اللجنه؟ اشمعنى انت؟ اسال الامريكان قول لهم اخترتوا انا اسال الامريكان ولا اسالك انت؟ جاي شايفني معارض شويه، فقالوا بقى لما نجيب الراجل ده معارض شويه، معارض شويه ويبقى حديث زي ما انت بتقول بيني وبينك تجري على رئيس المجلس وما اعرفش جريت على مين تاني وبتبلغه، يعني تطلع بطل على حسابي يا راجل. يا راجل حديث بيني وبينك اهو، اديك قلت حديث بيني وبينك. بقول لك لما يبقى حديث بيني وبينك مش عيب اللي انا اقول. لما يبقى حديث بيني وبينك تروح جري عشان انت بتاخد يعني بنطة على حساب انا عند رئيس المجلس؟ مش هاخد بنطة ولا في حتة ثانية كمان؟ انا مش هاخد بنطة، انت رئيس لجنة مهمة ولازم يعرفوا ان في كذا كذا حصل. وهي اهمية اللجنة في اي احاديث يتداولها الاعضاء مع بعض بتتنقل بصورة مغلوطة. يا اخ محمد انا حزين جدا ان انت بتنكر اللي حصل، حزين جدا والله. لا انا بسألك يعني حديث النواب مع بعض في البهو ولا في اللجنة، هل ده ينقل بصورة مغلوطة عشان ناس تاخد لا يعني حديث تتطرف او يعني ده حديث فعلية؟ نعم حديث نواب ايه يا استاذ محمد؟ ما تغلطش. ما غلطش. عموما انا للاسف ارجع واقول لك تاني يا استاذ شربي، اتفضل. الكلام اللي انا يعني اللي هيرد على الكلام اللي هو قاله في حقي وفي حق النواب كلهم اللي سافروا، هم النواب هم اعضاء النواب. انا ما قلتش كلام في حق النواب. لا اللي يقول ان احنا رحنا المنظمة مشبوهة، بسألك منين؟ عرفت منين انها مشبوهة؟ مين اللي قال لك؟ اولا. ثانيا اللي طالع يقول لك اصل دي خيانة مين؟ ايه اللي بتقولوه؟ مين اللي قال خيانة؟ مين اللي قال كده؟ لما يقول لك بيستقووا بالخارج، خارج ايه واحنا في خلاف مع الدولة واحنا في نزاع مع الدولة عشان نستقوى بالخارج؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ حاجة وصلنا المستوى يا استاذ شربي للأسف. كل الحكاية زي ما بقول لك، اسألوا كده انت بتنتمي لحزب ايه، وهل عندك فكرة ان في مرشح من حزبك بيتم اعداده للانتخابات اللي جاية زي اللي لم يوفق في الانتخابات اللي فاتت؟ ثانية واحدة، ما هو سامعك استاذ عاطف، انت من المصريين الاحرار.